السلام عليكم. يسأل هذا الأخ العزيز المحترم ويقول: دقيقة، أين تصلي؟ نحن نصلي في المسجد. أين تصلي أنت؟ نصلي بالأذان السني. وأنت؟ الجواب: أنا أصلي في بيتي لأني لم أجد مسجد شيعي أصلي فيه، وفي بعض الأحيان قد أصلي في مسجد سني، ما عندي أي مشكلة. صليت كثيرا في مساجد السنة عادي جدا، فقط أني قد أصلي مثلهم تقية، فكما تعلم أن صلاة الشيعة تختلف بعض الشيء عن صلاة السنة، فبسبب هذه الاختلافات أصلي معهم ولكن تقية. بل حتى وإن صليت صلاتك الشيعية في المسجد وعلى التربة منفردا فلن يؤذيك أحد، فقط ربما يستغربون من صلاتك، ولكن لا أحد سيتكلم معك، فأنت مسلم تصلي في بيت الله ولم ترتكب جريمة أو تؤذي أحد. نعم، ربما إذا شاهدك أحد المتطرفين من الوهابية قد يقوم بإزعاجك ويقول لك: أنت شيعي تصلي هنا؟ ثم يخرج لك اللائحة الطويلة، ثم يبدأ: أنتم تسبون الصحابة، عباد القبور، علي ربكم، زواج المتعة، وهكذا إلى الصبح. فلائحة الاتهامات ما شاء الله عندهم طويلة. أما الآذان فأنا عندما أسمع الآذان السني، وبالطبع الآذان السني ليس مثل الآذان الشيعي، فعندما أسمع الآذان السني أعرف وقت الصلاة، وإذا قمت إلى الصلاة أؤذن بالآذان الشيعي. فقط أنا أجمع بين الصلوات كما أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأمر بها رسول الله في كتب السنة قبل كتب الشيعة، فأجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهكذا أعيش حياتي كمتشيع. ويا لها من حياة، وأنت توالي محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شكرا على سؤالك المحترم أخي العزيز. السلام عليكم.